فيلمنا بيتكلم عن كائن فضائي اسمه سونيك بيهرب من قبيلة بتطارده وبيعيش على كوكب الأرض، وهناك بيطارده دكتور إيجمان الشرير عشان عاوز يقبض عليه ويعمل عليه تجارب. بيبتدي الفيلم بسونيك وهو بيجري على جزيرة بعيدة عن كوكب الأرض، وبيروح للبومة لونج اللي هي والدته بالتبني، وبتنصحه ما يجريش بسرعة عشان محدش من الأشرار يشوف قوته الخارقة. وفجأة بتلاقي قبيلة واقفين ورا سونيك وعمالين يحدفوا عليه أسهم، فبتنقذه بسرعة وبتاخده بتطير بعيد عشان محدش يخطفه، ولكن للأسف بيجي فيها سهم وبتقع على الأرض، فبتستخدم خاتم سحري وبتفتح بوابة لكوكب الأرض، وبتقول لسونيك إن ده أأمن مكان ليه وإنه لازم يهرب لأن الأشرار طمعانين في قوته الخارقة وعاوزين يسرقوها، وبتديله كيس فيه خواتم سحرية عشان يقدر يهرب بيهم لو حد هاجمه. فبيضطر سونيك إنه يدخل البوابة، وأول ما بيشوف الأشرار وهم بيهجموا على والدته بيحاول يرجع تاني عشان ينقذها، ولكن بتكون البوابة اتقفلت وفات الأوان. وبعد 3 سنين بيكون في ضابط شرطة اسمه توم ماسك جهاز الرادار عشان لو حد تجاوز السرعة يديله مخالفة، فبيشوف سلحفة ماشية على الأرض ببطء وبيعدي سونيك من قدامه بسرعة كبيرة جدا لدرجة إن توم ما بيشوفوش، ولكن الرادار بتاع توم بيسجل سرعة كبيرة، وبيفتكر الضابط توم ساعتها إن الجهاز عطلان، فبيتحرك سونيك من جنبه بسرعة كبيرة جدا عشان يرخم عليه، وبينزل توم من العربية عشان يعرف السبب اللي مخلي الجهاز بيلقط سرعة عالية. فبيلاحظ شعرة لونها أزرق مرمية على الأرض وبياخدها وبيمشي، وطبعا الشعرة دي بتاعت سونيك، وأول ما بيمشي بيشوف سونيك عربية هتدوس على السلحفة، فبينقذها وبيجري بيها بسرعة وبيوديها الغابة وبيمشي، وبعدها بيرجع البيت وبنعرف إن سونيك عايش في كهف لوحده وما كانش بيختلط بأي حد عشان هو كائن فضائي. وأثناء ما كان بيلعب بيقع منه كيس الخواتم السحرية، فبيفتكر كلام والدته لونج لما قالت له إنه يستخدم الخواتم السحرية دي ويهرب في حالة لو حد طرده أو هجم عليه. فبيشوف خريطة الكواكب اللي معاه وبيقرر إنه يروح كوكب المشروم لو حد طرده، وبيكون حزين جدا لأنه بيحب كوكب الأرض وعاوز يعيش فيه. وبنعرف بعدها إن سونيك بيراقب الضابط توم ومراته مادي طول الوقت ونفسه يتكلم معاهم ويكون صديقهم. في الوقت ده بيروح راجل عجوز لمركز الشرطة وبيقول لتوم إنه شاف كائن أزرق في المدينة، وبيوري له رسمة لسونيك، فبيعمل فخاخ لسونيك في كل مكان، ولكن بيهرب منها بسرعته الخارقة وبيقع الراجل ده في الفخاخ بتاعته. وبالليل بيروح سونيك لبيت توم وحبيبته مادي وبيتفرج معاهم على التلفزيون من بعيد، ولأن سونيك ما بيتكلمش مع حد فبيكون حاسس بالوحدة عشان ملوش عيلة أو أصدقاء وخايف يفضل وحيد كده طول حياته. وتاني يوم بتيجي رسالة لتوم من مركز الشرطة وبيعرف إنهم موافقوا على طلب نقله لمركز شرطة سان فرانسيسكو، وبيكون فرحان جدا لأنه عاوز يتنقل للمدينة. وفي الوقت ده بيروح سونيك يتفرج على الأطفال وهم بيلعبوا بيسبول وبينبهر جدا باللعبة، فبيستنى الأطفال لما يمشوا من الملعب وبيقرر يلعب البيسبول لوحده وبيكون مستمتع جدا، ولكن بتتغير ملامحه وبيتضايق لأنه وحيد وملوش أصدقاء، فبيجري حوالين الملعب بسرعة كبيرة جدا وهو حزين، ومن غير ما يحس بيخرج من جسمه شحنة كهربائية عالية جدا بتفصل الكهرباء عن المدينة كلها وبتدمر الأقمار الصناعية في الفضاء. فبيتصدم سونيك من اللي عمله وبيهرب بسرعة، وفي نفس الوقت بيتفاجئ توم إن الشعرة بتاعت سونيك اللي لقاها بتنور، وبيفهم إنها شعر كائن فضائي، ولأن الأقمار الصناعية اتدمرت بالكامل بسبب طاقة سونيك فبيجتمع مسؤولين كبار من الدولة عشان يعرفوا مصدر الطاقة اللي دمرت الأقمار الصناعية، فبيقرروا يكلفوا دكتور إيجمان عشان يعرفوا اللي حصل، وده لأنه مخترع كبير وخبير في التكنولوجيا. فبيقابل دكتور إيجمان قائد الجيش الأمريكي ومعاه المساعد بتاعه، وبيقول له إن الطاقة اللي دمرت الأقمار الصناعية خرجت من كائن غريب موجود على الأرض، وبعدها بيشغل الآلات بتاعته عشان ينتشروا في كل أنحاء الأرض ويعرفوا مكان الكائن ده. وبعدها بتقدر الآلات بتاعت إيجمان إنها تكتشف آثار رجلين سونيك في الغابة، وبيتأكد من آثار الرجلين دول إن مصدر الطاقة اللي دمرت الأقمار الصناعية هي كائن فضائي. وبيكون سونيك وقتها شايف الجيش والآلات وهم في الغابة وبيدوروا عليه، فبيرجع الكهف اللي عايش فيه وبيلم حاجته بسرعة عشان يمشي، وبيروح يستخبى في المخزن بتاع توم، فبيسمع توم صوت غريب في المخزن بتاعه وبيروح بسرعة عشان يشوف في إيه، فبيتفاجئ إن سونيك واقف قدامه وماسك خاتم سحري عشان يفتح بوابة سحرية ويهرب، فبيترعب توم وبيضربه بسهم مخدر، فبيبدأ سونيك يفقد توازنه وبيقرأ اسم سان فرانسيسكو على التيشيرت بتاع توم، ولما بيفقد الوعي بيقع الخاتم السحري من ايده وبتتفتح بوابة لسان فرانسيسكو، ولكن للأسف بيقع فيها كيس الخواتم السحرية والبوابة بتتقفل. وبعد شوية بيفوق سونيك وبيلاقي نفسه في بيت توم وبيحاول يشرح له السبب اللي خلاه يستخبى في المخزن بتاعه، فبيستغرب توم جدا ان سونيك بيقدر يتكلم وبيكون مش مستوعب الموضوع، فبيعترف له سونيك ان طول الوقت ده كان بيراقبه هو ومراته مادي وكان نفسه يعني انهم يكونوا اصدقاء، عشان كده اول ما عرف ان الجيش بيدوروا عليه قرر يستخبى عنده في المخزن لان ده أأمن مكان ليه. ولسوء الحظ بيقدر دكتور إيجمان انه يحدد موقع سونيك من خلال اثار رجليه وبيوصل لبيت توم، واول ما بيعرف سونيك الموضوع بيخاف جدا وبيقول لتوم انهم جايين عشان يقبضوا عليه وبيطلب منه يساعده ويخبيه في شقته، فبيرتبك توم جدا وفي النهاية بيقرر يساعده، وبيكون إيجمان وقتها واقف قدام المخزن بتاعه وبيلاقي اثار رجلين سونيك مرة تانية، وفي الوقت ده بيقدر توم
توم انه يخبي سونيك في اوضه سريه في شقته، وبيخرج عشان يتكلم مع ايجمان ويطرده من البيت. فبيستخدم ايجمان الروبوتات بتاعته عشان يدوروا على سونيك، وبيقول لتوم ان في كائن غريب خرج منه طاقه كهربائيه عاليه دمرت الاقمار الصناعيه في الفضاء، وانه متاكد جدا ان الكائن ده موجود في شقته. وبتوصل بعدها الالات للاوضه السريه اللي مستخبى فيها سونيك، وبيكون عامل نفسه كوره عشان الالات ما تتعرفش عليه. واول ما بيشوف الليزر بتاع الالات فبيتحرك من مكانه بسرعه وبيخرج من الاوضه. فبيسمعه دكتور ايجمان وبيدخل البيت عشان يشوف في ايه، لكنه بيلاقي حيوان رقم بياكل، ولكن بالصدفه بيشوف شعره سونيك. فبيهدد توم بالقتل لو ما قالوش على مكان سونيك، وبيكون سونيك شايف كل اللي بيحصل، فبيضطر يسلم نفسه عشان ينقذ توم. فبينفزع ايجمان فبيضربه وبيفقده الوعي، فبيهجم عليه الروبوت بتاع ايجمان وبيضرب نار على توم، فبيضطر ياخد سونيك وبيهربوا بسرعه. وبعدها بيجي المساعد بتاع ايجمان عشان يفوقه، فبيزعق له ايجمان عشان ما راحش يطارد سونيك وتوم قبل ما يهربوا. في الوقت ده بيهرب توم بالعربيه، وبيقول لسونيك ان لازم يروح سان فرانسيسكو عشان يجيب كيس الخواتم السحريه اللي وقع منه لما اتضرب بالسهم المخدر. فبيفتح له توم العربيه وبيقول له يروح يجيب الخواتم بتاعته، وبيعرفه ان سان فرانسيسكو مكانها في الغرب. وبيتفاجئ جدا لما لقى سونيك جري بسرعه وراح المحيط الهادي ورجع في اقل من دقيقتين. فبيقول له سونيك ان مش عارف مكان سان فرانسيسكو، فبيركبه توم العربيه وبيكون مش مستوعب الموضوع وانه بيتكلم مع كائن فضائي. وبعدها بيروح استراحه عشان يعمل مكالمه، وبيكون سونيك قاعد في العربيه وشايف ناس بترقص في بار. فبينزل من العربيه وبيروح يقعد في البار شويه، وبيتفاجئ توم ان سونيك مش في العربيه، فبيروح وراه. ولما بيلاقيه قاعد في البار بيقول له ان لازم يمشوا بسرعه عشان محدش يكشفهم. فبيقول له سونيك ان عاوز يستمتع بوقته شويه على كوكب الارض. فطبعا ساعتها اضطر توم انه يوافق، وبيكتب سونيك قائمه بكل امنياته، وبيكون حزين جدا انه هيسيب كوكب الارض من غير ما يحقق احلامه. فبيتاثر توم وبياخده عشان يرقصوا ويستمتعوا بوقتهم. وبعدها بيجي 3 عشان يتخانقوا معاهم، ولما بيستفزهم سونيك بيروحوا عشان يضربوا توم. فبتقوم خناقه مع كل الموجودين في البار بسبب سونيك. فبيستخدم سرعته الخارقه وبيربط كل الموجودين، وبيخليهم يوجهوا ضرباتهم لبعض بعيد عن توم. فبيتفاجئ توم ان كل الموجودين وقعوا على الارض، وبياخد سونيك وبيهرب. فبيجري وراهم كل اللي في البار، ولكن بيكونوا هربوا، وبيروحوا وقتها فندق عشان يناموا. وبيلاحظ توم ان سونيك كاتب ورقه بكل الامنيات بتاعته، وانه نفسه في صديق جدا يكون جنبه. وتاني يوم بيركبوا العربيه عشان يروحوا سان فرانسيسكو، ولكن بيتفاجئوا لان في عربيه مصفحه تبع ايجمان بتراقبهم. وبيكون ايجمان متحكم في العربيه عن بعد، وبيحدف عليهم رمح، وبيحاول يسحبهم عشان عاوز يخطف سونيك ويسرق منه قوته. فبيخرج سونيك من العربيه وبيجري بسرعه لحد ما بيدمر العربيه بتاعت ايجمان، وبيفضل يرقص وهو فرحان. ولكن فرحته ما بتكملش، وبتخرج عربيه صغيره تبع ايجمان وبتحدف جهاز مغناطيسي على العربيه بتاعت توم عشان تعطلها. فبياخد سونيك الجهاز ده وبيحدفه على العربيه وبيدمرها. وللمره الثالثه بيخرج روبوت بعجله واحده وبيفضل يجري ورا العربيه، ولكن المره دي بقى توم هو اللي بيدمر الروبوت. فبيخرج من الروبوت طياره صغيره، وبيكون سونيك فاكر انها مجرد لعبه، ولكن الطياره دي بيكون فيها ليزر وبتشيل السقف بتاع العربيه. فبيتضايق سونيك جدا وبيمسك الطياره وبيكسرها، لكنه بيتفاجئ ان فيها قنبله ذاتيه. فبيحاول يشيلها من ايده، ولكن بيلاقيها لازقه وما بتتحركش. فبيحاول توم يساعده، ولكن بتلزق في ايده هو كمان. فبيضطر سونيك ياخدها منه وبيحطها على صخره، فبتنفجر قريب منه وبتفقده الوعي. فبيقرر توم يوديه لمراته مادي، وده لانها دكتوره بيطريه وممكن تساعده. وبتكون مادي وقتها قاعده عند اختها ريتشارد، واول ما بيشوفوا سونيك بتتصدم مادي جدا، واختها ريتشارد بيغمى عليها. وفي الوقت ده بيكون الدكتور ايجمان بيعمل فحوصات على شعره سونيك اللي اخدها من بيت توم، وبيكون مستمتع بوقته وعمال يرقص لان الشعره دي فيها طاقه كهربائيه عاليه. بنرجع بقى تاني لمادي وهي بتحاول تعالج سونيك، وبتكون رابطه اختها ريتشارد في الكرسي عشان ما تبلغش الشرطه وتعرفهم مكان سونيك. وفي اللحظه دي بيفوق سونيك وبيتحرك بسرعه في البيت وهو متحمس، وبتكون مادي مصدومه لانه بيتكلم. فبتتكلم مع جوزها توم على انفراد، وبتقول له ان سونيك كائن فضائي ولو الشرطه عرفوا هيقبضوا عليه. وبتروح بنت اختها الصغيره لسونيك وبتديله كوتشي هديه. وبعد شويه بيخرج توم ومادي وبياخدوا معاهم سونيك عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وبيكونوا شايلين سونيك في شنطه عشان محدش يشوفه. ولما بيوصلوا سان فرانسيسكو بيروحوا المبنى اللي فيه كيس الخواتم وبيطلعوا بالاسانسير. فبيتكلم سونيك وهو في الشنطه وبيقول انه مش قادر يتنفس. فبتسمعه واحده في الاسانسير وبتكون شاكه ان توم خاطف ولد صغير وحطه في الشنطه. وبعدها بيطلعوا على السطح وبيلاقي سونيك كيس الخواتم بتاعته، واول ما بيرمي خاتم عشان يفتح بوابه سحريه بيلاقوا قدامه روبوتات ايجمان وبتكون محاصراهم. وبيكون الدكتور ايجمان راكب طياره وبيستخدم طاقه الشعره بتاعه سونيك. ولما بيلاقي سونيك ان حياه توم ومادي في خطر بيرميهم من فوق المبنى
عشان ينقذهم من الروبوتات، فبيضرب ايجمان عليه نار، ولكن سونيك بيستخدم سرعته وبيحرك الرصاصه ناحيه الروبوتات عشان يدمرها، لكنه بيتفاجئ ان طياره ايجمان بنفس سرعته، وده لانه بيستخدم الشعره بتاعته. فبيقع سونيك من فوق المبنى وبتقع منه الخواتم السحريه، فبياخد واحده منهم وبيفتح بوابه سحريه لتوم ومادي وبينقذهم في اخر لحظه وبينقلهم لمزرعه، وبعدها بياخد الخواتم بتاعته وبيجري بسرعه خارقه عشان يهرب من ايجمان، ولكن ايجمان بيكون مطارده ومصمم انه يقبض عليه، وبيكون سونيك مستغرب انه ايجمان بيجري وراه بنفس سرعته، فبيفتح بوابه سحريه للمدينه بتاعه توم، فبيضربوا ايجمان بشعاع ليزر وبيوقعه على الارض. وطبعا ايجمان بيكون فرحان جدا عشان اخيرا قدر يتغلب على سونيك، ولكن في اللحظه دي بيشوف توم ومادي كل اللي بيحصل، فبياخد توم خاتم سحري من بتوع سونيك وبيفتح بوابه سحريه ورا ايجمان وبيضربه، ولكن ايجمان بيوقعه من على الطياره وبيلاقي ان كل سكان المدينه واقفين ضده، فبيسال توم انت ليه بتدافع عن سونيك وهو مخلوق فضائي؟ فبيقول له ان سونيك صاحبه ومستحيل يتخلى عنه مهما يحصل. واول ما بيسمع سونيك كلام توم بيستجمع قوته مره ثانيه وبيقول لايجمان ان طول عمره بيهرب من الناس وان دي فرصته الوحيده عشان يثبت نفسه ويدافع عن صاحبه، فبيجري بسرعه كبيره ناحيه ايجمان وبيضرب في الطياره بتاعته من كل الاتجاهات، وبعدها بيفتح توم بوابه سحريه لكوكب المشروم وبيهجم سونيك على ايجمان وبيزقه ناحيه البوابه وبتتقفل عليه، وبيفرحوا جدا انهم انتصروا على ايجمان، وبيقرر توم انه يعمل اوضه لسونيك في بيته ويخليه يعيش معاه، وبيكون ايجمان عايش في كوكب المشروم لوحده ومش لاقي اي طريقه عشان يرجع بيها لكوكب الارض مره تانية، وده بعد ما نفاه سونيك بعيد عن كوكب الارض. وبيحاول ايجمان يتعايش مع الكوكب وبيخترع عده اختراعات، وده على امل يعني انه يلاقي طريقه يرجع بيها للارض تاني وينتقم من سونيك، فبيخترع جهاز كهربائي وبيمد الجهاز ده بالطاقه من خلال شعره سونيك اللي معاه، وده طبعا لان شعره سونيك فيها طاقه كهربائيه عاليه، وفجاه بينفجر الجهاز وبيخرج منه طاقه كهربائيه بتظهر في الفضاء، وبعد شويه بتتفتح بوابه سحريه وبيخرج منها 3 جنود من كوكب تاني، ولما بيقربوا من ايجمان بيستعمل فخ كان عامله وبيقضي عليهم، وبعدها بيجري عشان يدخل البوابة السحرية ويخرج من كوكب المشروم، ولكن فجأة بيظهر له كائن لونه أحمر شبه سونيك واسمه ناكلز، ولما بيشوف شعرة سونيك اللي مع ايجمان بيسأله انت جبتها منين، وبيكون واضح عليه انه بيدور على سونيك وعاوز يأذيه، فبيقول له ايجمان انه ممكن يوصله لسونيك لو خرجه من كوكب المشروم. وبينتقل المشهد بعد كده وبنروح لمدينة نيويورك، وبيكون في مجموعة حرامية سارقين فلوس من بنك والشرطة بتطاردهم عشان تقبض عليهم، وبيشوف سونيك اللي بيحصل وبيجري بسرعة خارقة لحد ما بيضرب الحرامية اللي سارقين العربية وبيحاول يوقفها، فبيستخدم سرعته وبيفك كل أجزاء العربية، وأخيرا بتقبض الشرطة على الحرامية. وتاني يوم بيروح سونيك يصطاد مع صديقه توم واللي بيقعد معاه دايما في البيت، وبيكون مرهق جدا وعاوز ينام، فبيقع في المية من كتر إرهاقه، وبيلحقه توم بعدها وبيقول له إنه عارف اللي هو عمله وإنه ما باتش في البيت امبارح، وبيوري له في الجورنال اللي هو عمله امبارح لما ضرب الحرامية، فبيقول له سونيك إنه بطل لأنه ساعد الشرطة في القبض على الحرامية. وبعدها بيرجعوا البيت وبيفتح سونيك بوابة سحرية لمدينة هاواي، وده عشان عارف إن توم ومراته مادي رايحين حفل زفاف واحدة صاحبتهم، وبيدي توم الخاتم السحري اللي بيفتح البوابة عشان لما يعوز يرجع مرة تانية. ولما بيسافروا بيبدأ سونيك يلعب في البيت وبيعمل فوضى في كل مكان، وعلى الجانب الآخر بتتفتح بوابة سحرية وبيخرج منها كائن أصفر شبه سونيك اسمه تيلز، وبيكون واضح عليه جدا إنه بيدور على سونيك. وبالليل بيكون سونيك قاعد في البيت والنور بيقطع، وفجأة بيسمع صوت غريب ورا الباب، ولما بيفتح بيلاقي قدامه ايجمان الشرير اللي نفاه الكوكب المشروم، فبيتعصب سونيك وبيهجم عليه، ولكن ناكلز الكائن الأحمر بيظهر ويضربه، وبيكون واضح عليه جدا إنه أقوى من سونيك بكتير، فبيضربه وبيخرجه من البيت وبيسأله على مكان جوهرة القوة اللي ورثها من قبيلة بتاعته، ولكن سونيك مش فاهم أي حاجة من كلامه. جوهرة ايه دي اللي انت بتتكلم عليها؟ وفجأة بتيجي عربية بوليس وبتخبط ناكلز، وبنكتشف ان اللي بيسوق العربية هو تيلز الكائن الأصفر، فبيطلب من سونيك ان يركب معاه عشان يهربوا بسرعة، فبيركب سونيك معاه وبيحاول ايجمان يوقفهم، ولكن تيلز بيخبطه بالعربية وبيمشي. وفي طريقهم بيقول تيلز ان ناكلز الكائن الأحمر هو آخر واحد في القبيلة بتاعته، وانه أخطر محارب في المجرة ومهووس بالبحث عن جوهرة القوة مع انها يعني مجرد أسطورة. وفجأة بيهجم عليهم ناكلز وبيقف على سقف العربية، فبيرمي تيلز العربية من على الجبل وبياخد سونيك وبيطير. ولما بيوصل ايجمان وبيشوفهم بيبعت رسالة للمساعد بتاعه، وبيفرح جدا لما بيعرف انه رجع لكوكب الأرض مرة تانية، فبيبعت له المعدات والأجهزة اللي اخترعها، وبيساعد ناكلز انه يطلع من على الجبل، وبيتفق معاه انه يساعده يلاقي جوهرة القوة اللي هو بيدور عليها، وده في مقابل ان يسلمه سونيك عشان يعمل عليه التجارب. وفي الوقت ده بيروح سونيك عشان يستخبى عند صديقه توم اللي هو قاعد معاه في البيت، وبيطلع من شنطته خريطة لمكان جوهرة القوة، وبنعرف ان البومة اللي ربته وهو صغير هي اللي اديته الخريطة دي. وفجأة الخريطة بتنور وبتظهر صورة افتراضية لوالدة سونيك بالتبني، وبتقول له ان جوهرة القوة موجودة على كوكب الأرض، والجوهرة دي بتقدر تحول الأفكار لحقيقة، وبتحذره ان الجوهرة لو أخدها حد شرير ممكن
ممكن يدمر العالم كله. وبعدها بتختفي الصورة الافتراضية، وبيقرر سونيك انه يدور على الجوهرة عشان يحميها قبل ما ناكلز يعرف مكانها. وبيكتشف من الخريطة ان البوصلة اللي هتوصله من الجوهرة موجودة في سيبيريا، فبيفتح بوابة سحرية لسيبيريا وبيروح هو وتيلز، وبيتفاجئوا انهم في منطقة جليدية وبيلاقوا بار موجود هناك، فبيتنكروا عشان محدش يشوفهم. ولما بيلاقوا سكان سيبيريا بيتكلموا بلغة مختلفة، بيستخدم تيلز جهاز للترجمة عشان يتكلم لغة سيبيريا، ولكن الجهاز بيتعطل وبيشتم صاحبة البار اللي بتقدم لهم الطلبات، فبتتعصب وبتنادي على اصحابها، وبيشيلوا الهدوم بتاعت سونيك وتيلز. ولما بيتفاجئوا انهم كائنات فضائية بيشيلوهم عشان يرموهم في النار. فبيحاول تيلز انه يصلح جهاز الترجمة بسرعة عشان يطلب منهم انهم ما يقتلوهمش. ولما بيشتغل الجهاز بيقول كلمة بيفونيكا، فبيسيبهم الناس اللي في البار. وبيكتشف سونيك ان الكلمة دي معناها مسابقة رقص لحل الخلافات، ولو كسبوا في المسابقة هيمشوا من غير ما يحصل لهم حاجة، اما بقى لو خسروا فهيتحرقوا في النار. فبيرقص 3 من سكان سيبيريا وبيخلصوا العرض بتاعهم، وبعدها بيرقص سونيك وتيلز وبيأدوا عرض مدهش وبيكسبوا المسابقة، وبيكون كل اللي في البار مبسوطين بالعرض بتاعهم. ولما بيخلص العرض بيقول تيلز لسونيك انه سعيد جدا عشان موجود معاه، وانه حس فعلا انه اعز صديق قبله. وتاني يوم بيطير تيلز وبياخد سونيك معاه، وبيبداوا يدوروا على المكان اللي فيه البوصله اللي هتوصلهم لجوهره القوه. فبيوصلوا لكهف ضلمه، ولما بيدخلوه بيلاقوا بوابه عليها تمثال لبومه، وبيكون مكتوب كلام على البوابه بلغه غريبه، فبيترجمها تيلز وبيقول ان جوهره القوه كانت في الاساس 7 جواهر، والسبع جواهر دول كانوا مع 7 محاربين شجعان، ولكن لما تم دمجهم في جوهره واحده بقى فيها قوه غير عاديه. فقرر المحاربين السبعه انهم يخبوا الجوهره في مكان سري عشان الاشرار ما يلاقوهاش ويسيطروا بيها على العالم. المهم بيفتح سونيك البوابة، ولما بيدخل بيلاقي تمثال لبومة كبير وفيه رموز غريبة شبه الموجودة معاه على الخريطة، فبيبدأ يحرك واحد من الرموز دي، فبيخرج شعاع أخضر من على التمثال وبتظهر البوصلة اللي بتحدد مكان جوهرة القوة. ولكن فجأة بيجي إيجمان ومعاه ناكلز عشان ياخدوا منهم البوصلة، فبيحدف إيجمان صاروخ على سونيك عشان يقتله، ولكن سونيك بياخد الصاروخ وبيغير مساره وبيحدفه عليه. وبعدها بيخرج بسرعة من الكهف هو وصديقه تيلز، وبيتفاجئ ان روبوتات إيجمان بتجري وراه، فبيحاول يهرب منهم. وفي نفس الوقت بيطاردوا ناكلز عشان ياخد منه البوصلة، فبتضرب الروبوتات صاروخ على سونيك، فبيبدأ يتعلق على الجبل وبتقع منه كل الخواتم السحرية اللي بتفتح البوابات اللي بيقدر يسافر بيها. فبيتضايق سونيك وبيسأل ناكلز انت ليه بتطاردني طول الوقت ده؟ فبيقول له ناكلز انه خسر عيلته بسببه، وبيحكي له انه في يوم والده خرج مع القبيلة بتاعته عشان ياخدوا جوهرة القوة اللي كانت مع والدته بالتبني اللي هي البومة، ومن بعدها والده والقبيلة بتاعته كلها اختفت وما رجعتش تاني. فبيقول له سونيك ان هو كمان خسر والدته في اليوم ده، وبيكون واضح عليهم كده ان هما الاتنين بدأوا يتفاهموا مع بعض. ولكن فجأة تيلز بيربط ناكلز بجهاز عشان يقدر يدافع عن سونيك، فبيحدف له سونيك البوصلة وبيطلب منه يهرب، ولكن للأسف إيجمان بياخد البوصلة وبيضرب صاروخ على تيلز. فبيروح سونيك يطمن على تيلز فبيلاقيه فاقد الوعي، وللأسف بيحصل انهيار جليدي، فبياخد تيلز وبيهرب بسرعة، وبيتصل على توم اللي بيكون في فرح صديقته، وبيطلب منه سونيك ان يرمي الخاتم السحري اللي معاه، وده عشان يفتح له بوابة يقدر يهرب منها. فبيرمي توم الخاتم السحري، وبيتفاجئ ان الخاتم اتبدل مع خاتم الجواز بتاع صديقته، فبيروح بسرعة عشان ياخد الخاتم من العريس، ولما بيرفض يديهوله بيضطر توم انه يضربه عشان يلحق سونيك، وبعدها بياخد الخاتم السحري وبيرميه، وبتتفتح البوابة وبيدخل منها سونيك، وبيبدأ الجليد يغطي كل المعازيم وبيبوظ حفل الزفاف. وفي نفس الوقت بيتفاجئ توم ان حفل الزفاف ده ما كانش حقيقي، وان دي كانت خطة من الشرطة عشان يقبضوا على سونيك وتيلز، فبيروح يضرب كل ضباط الشرطة عشان يساعد سونيك، ولكن في النهاية قدروا يقبضوا عليه. ولما بتعرف مادي مرات توم انهم محبوسين في الفندق بتفكر في خطة هي وصاحبتها عشان تنقذه هو وسونيك، فبتاخد الادوات بتاعه تيلز في شنطته وبتروح الفندق، ولكن بتتحاصر من ضباط الشرطة، فبتيجي صاحبتها وبتضرب عليهم نار من سلاح متطور بتاع تيلز، وبعدها بتروح مادي وبتنقذهم في اخر لحظة. وعلى الجانب الاخر بيوصل إيجمان وناكلز لمكان جوهرة القوة، وبيلاقوا خريطة على الارض، فبيحط ناكلز البوصلة على الخريطة، فبتبدأ تنور لحد ما بيظهر شعاع اخضر قوي بيدل على مكان جوهرة القوة، وبيتشق البحر النصين وبيخرج سلم بيوصل للجوهرة. في الوقت ده بيشوف سونيك وصديقه توم الشعاع الاخضر، وبيفهم ان ناكلز وإيجمان قدروا يوصلوا لمكان الجوهرة، فبيقرر انه يواجههم وياخد منهم الجوهرة، وبيطلب من صديقه توم انه يخلوا باله من تيلز اللي بيكون فاقد الوعي، وبعدها بيستجمع طاقته وبيجري بسرعة على المية عشان ياخد الجوهرة، ولكن بتكون الامواج عالية جدا وبترميه في الشط. فبيفوق سونيك وبيلاقي قدامه غابة، ولما بيدخلها بيتفاجئ بالمعبد اللي فيه الجوهرة، وبيكون إيجمان وناكلز في المعبد وبيحاولوا يهربوا من الفخاخ عشان يسرقوا الجوهرة، وفجأة بتجري وراهم كورة حديد وبينقذوا نفسهم في اخر لحظة.
فبيستخدم إيجمان أحد اختراعاته وبيخلي روبوت صغير يستكشف المكان عشان يتفادوا الفخاخ الموجودة فيه. وبعد شوية بيوصلوا المكان جوهرة القوة، وبيخطط إيجمان إنه يقتل ناكلز عشان يستولى على الجوهرة لوحده. ولكن فجأة بيجي سونيك وبيقع من على السقف فبيبوظ خطة إيجمان، وبعدها بيواجه ناكلز وبيقول له إن لو عاوز ياخد الجوهرة لازم يمسكه الأول. فبيجري بسرعة ناحية الجوهرة وبيهجم عليه ناكلز وبيتخانقوا هما الاتنين. وبما ان ناكلز اقوى من سونيك بكتير فبدأ يضربوا ضربات متتالية لحد ما بيوقعوا على الارض، وبعدها بياخد صخرة كبيرة عشان يقتله. ولكن في اخر لحظة سونيك بيقول له ان إيجمان بيحاول ياخد الجوهرة لنفسه، فبيتضايق ناكلز وبيقول لإيجمان انه ده ما كانش اتفاقهم من الاول وان المفروض هو اللي ياخد جوهرة القوة. فبيضحك إيجمان وبيقول له انه شخص ساذج جدا لانه صدقه. فبيمسك الجوهرة وبيكتسب قوة كبيرة جدا، وبعدها بيتهد المعبد وبيرجع البحر لطبيعته. فبيقع حجر كبير على ناكلز في المية وما كانش قادر ياخد نفسه، فبيجي سونيك وبيشيل الصخرة من عليه عشان ينقذه. وبعدها بيطلعوا من المية وبيكون ناكلز مستغرب جدا من تصرف سونيك لانه كان ممكن يسيبه يموت وساعتها هيكون انتصر عليه. فبيقول له سونيك ان والدته علمته ما يكرهش حد وانه لازم يحس بالمسؤولية تجاه كل الناس. وبيتفاجئ ان تيلز جاي عشان يساعدهم وبيكون فرحان جدا عشان ما حصلوش حاجة، خصوصا بقى انه كان متصاب بسبب الصاروخ بتاع إيجمان. فبيعرض سونيك على ناكلز انهم يبقوا صحاب ويتعاونوا مع بعض، وده عشان يرجعوا جوهرة القوة. في الوقت ده بيكون في ضابط شرطة مراقب المساعد بتاع إيجمان، وبيشوفوه وهو بيجهز الآلات والمعدات بتاعته عشان يسيطر على الكوكب. فبيهجم عليه وبيكتفه عشان يستجوبه. وفجأة بيظهر إيجمان وبتكون تصرفاته غريبة بسبب القوة اللي أخدها من الجوهرة. فبيفك المساعد بتاعه وبيقرروا إنهم يسيطروا على كوكب الأرض. فبتيجي الشرطة وبيهددوا إيجمان إنه لازم يسلم نفسه، وبيتفاجئوا إنه بيطير وبيفكك كل الدبابات والعربيات بتاعتهم وبيعمل من خلالهم روبوت ضخم جدا. وطبعا ده بفضل جوهرة القوة، لأن زي ما قلت لكم بتقدر تحول الأفكار لحقيقة. وبيوصل سونيك وهو راكب طيارة مع تيلز وناكلز وبيفكروا في خطة عشان يدمروا الروبوت بتاع إيجمان. فبينزل ناكلز من الطيارة وبيحاول يستخدم قوته وبيضرب إيد الروبوت، ولكن بما إن الروبوت ضخم فما بيحصلوش حاجة. وبيدمر إيجمان الطيارة بتاعت تيلز وبيحدف صاروخ على سونيك، ولكن سونيك بيركب فوقيه وبيغير مساره وبيحدفه على الروبوت مرة تانية. فبيجتمع ناكلز مع سونيك وتيلز وبيقول لهم إن الروبوت قوي جدا وإنهم لازم يدوروا على نقطة ضعف ليه. فبيشجعهم سونيك وبيقول لهم إنهم لازم يتعاونوا ويحاربوا كفريق واحد. فبيطلع على جسر عشان يشغل إيجمان، ولكن إيجمان بيستخدم الروبوت بتاعه وبيضربه بليزر وبيدمر الجسر. وبيقدر تيلز إنه يدخل جوه الروبوت وبيعمل نسخ افتراضية عشان يلفت انتباه إيجمان. فبيستغل ناكلز الفرصة وبيضربه وبيخرج جوهرة القوة من جسمه، وبالتالي بيفقد الروبوت بتاع إيجمان قوته. وبيشوف سونيك الجوهرة من بعيد وبيروح عشان ياخدها. فبيحاول إيجمان يسيطر على الروبوت عشان يدوس على سونيك، ولكن في آخر لحظة بيجي توم ومادي وبينقذوا سونيك وبياخدوا الجوهرة. فبيتعصب إيجمان وبيقلبهم بالعربية، ولكن لحسن الحظ ما بيحصل لهمش أي حاجة. ولكن بيلاحظ سونيك إن جوهرة القوة اتدمرت تماما. فبيجي إيجمان بالروبوت بتاعه عشان يقتلهم وبيعمل حواليهم دايرة نار عشان ما يهربوش منه. وفجأة بيظهر السبع جواهر اللي كونوا جوهرة القوة وبيدخلوا جوه جسم سونيك. وبعدها بيفرح إيجمان لأنه داس على سونيك وقتله، لكنه في النهاية بيتفاجئ إنه ما ماتش وإنه لونه اتحول للون الذهبي واكتسب قوة خارقة بفضل السبع جواهر. وبيقدر سونيك يطير وبيضرب الروبوت لحد ما بيدمره، وبكده قدر إنه يهزم إيجمان. وبعدها بيخرج السبع جواهر من جسمه وبيرجع لشكله الطبيعي. فبيسأله تيلز ليه تخلى عن جواهر القوة وإن دي كانت فرصته الوحيدة عشان يكون أقوى شخص في العالم. فبيقول له سونيك إن القوة الحقيقية هي قوة العيلة. وبيقدر ناكلز إنه يجمع السبع جواهر مرة تانية وبيكون جوهرة القوة، وبيتعاهدوا هما التلاتة إنهم يكونوا قبيلة واحدة ويحموا الجوهرة بأي تمن. وتاني يوم بيتجمعوا كلهم عشان يلعبوا مع بعض وبيقضوا وقت ممتع. وبيجي توم وبيقول له إنه فخور جدا عشان قدر ينقذ العالم. وبينضم تيلز وناكلز لعيلتهم الجديدة. وبكده بيخلص الفيلم.